كلنا بندور على حياة أفضل لينا من حيث صحتنا وشكلنا العام. تعال أقولك على 5 طرق لحياة أفضل وجسم صحي أفضل. هتحس بفرق لو عملتهم وخليتهم روتين في حياتك. اعمل اشتراك لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل معلومة جديدة. ويلا بينا نبدأ الحلقة. الهايدريشن أو الترطيب. أهمية شرب المية كبيرة جدا. 75 من الأمريكان بيعانوا جفاف في المية، ودراسة من جامعة هارفارد إن لازم الشخص الطبيعي يشرب من 11 ل 16 كوباية مية يوميا. فشرب المية هيساعدك على حاجات كتير جدا تحسنها في جسمك، زي إن المية بتحسن المفاصل المغذية الأساسية للخلايا في جميع أنحاء جسمك، وده اللي بيخلي أعضاء جسمك تشتغل بكفاءة أعلى. وكمان بتمنع حدوث أي التهابات في المفاصل، وبتساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم. وده السبب اللي بيخلينا في عز الحر بنتمنى كوباية مية ساقعة عشان نوازن درجة حرارة الجسم بتاعتنا. وكمان هنشوف تحسين في جودة النوم والحالة المزاجية لينا عموما. فالمية ليها فوائد كتير جدا للجسم. التغذية والمكملات الغذائية. أنا عارف إن بالنسبة لنا ماكدونالدز والفاست فود بقوا الوجبة الأساسية في يومنا، وقليل مننا اللي بيهتم بالخضار. ولو عملنا اختبار دم بسيط عشان نشوف ايه اللي ناقص في جسمنا، هنلاقي ان معظمنا نقصه كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم وفيتامين A و C و D. ناخد فيتامين D كمثال. ممكن نقول ان فيتامين D من اهم العناصر الغذائية الضرورية للصحة. دراسة اتعملت في 2011 على 1,000,000 شخص في جميع أنحاء العالم، لقوا إن أغلب الناس عندهم نقص في فيتامين دي. وفوائد فيتامين دي كتير جدا، بتساعد على محاربة الأمراض، وبتقلل من إصابة الإنفلونزا وأمراض القلب، وكمان بتحسن الحالة المزاجية. ده مثال صغير على عنصر من عناصر مهمة جدا في جسمنا، ولو حاجة من العناصر دي قلت في جسمنا فهتأثر جدا على الصحة الجسدية العامة. فلازم نزود الأغذية اللي فيها العناصر دي، أو نشتريها كمكمل من الصيدلية. بس لازم تكون عارف انت ناقصك ايه بالظبط، وده طبعا عن طريق دكتور تغذية عشان يقولك تاخد ايه بالظبط وبكميات قد ايه. تالت حاجة معانا النهاردة وهي النوم. كتير مننا برضو بيفتقد النوم الصحي. مركز السيطرة على الأمراض أو CDC قالت إن 1 من كل 3 بالغين ما بيناموش كفاية، وصرحت إن النوم الكفاية المفروض بيبقى من 7 ساعات ل9 ساعات. أقل من كده غلط، وأكتر من كده غلط، لأن قلة النوم المستمرة ممكن تؤدي لتغيرات في الجسم من حيث الأمراض، زي الوزن ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والاضطراب العقلي. عايزك تفتكر يوم ما كنتش نايم فيه كويس. افتكر مر عليك ازاي. أكيد كان فيه صعوبة في فهم الناس، وصعوبة في الشغل أو إنك تكمل شغلك. وعشان ترجع لوعيك لازم تكفر نفسك من ساعات النوم اللي راحت عليك، فهتلاقي نفسك تاني يوم بتنام كتير جدا، وده برضو غلط. فما بالك باللي بينام كل يوم من 4 ل5 ساعات بس. ديون ساعات النوم هتزيد عليك ومش هتعرف تسدها. وعشان تحل مشكلة النوم
وتقدر تستفيد بيه أكتر استفادة، وكمان تعرف تدخل في نوم عميق، هو إنك تبعد عن الشاشات ساعتين قبل النوم على الأقل. إيه هي الشاشات؟ شاشات التليفون أو شاشات الكمبيوتر اللابتوب أو شاشات التلفزيون على قد ما نقدر. ده هيساعد على الاسترخاء، وإنك كمان تفصل من الأنشطة اليومية قبل النوم. ده مهم جدا جدا عشان تعرف تاخد الديب سليب بتاعك كويس. انت نفسك هتحس بفرق لما تصحى من النوم. رابع حاجة وهي الاكسرسايز او الرياضة، ودي هنقسمها لاتنين. اول حاجة وهي الكارديو. ناس كتير فاكرة ان الكارديو عبارة عن جري او مشي او عجل بس، لكن اي حاجة فيها حركة ممكن تبقى كارديو. الرقص يعتبر كارديو، نط الحبل اكيد كارديو، اي نشاط بنعمله طول اليوم بيعلي ضربات القلب يعتبر كارديو، وده هيقوي عضلة القلب والصحة العامة. مركز سيطرة الأمراض أو CDC قالت إن كل 4 واحد منهم بيموت بسبب أمراض القلب، وده يخليك تدي الأولوية عشان تحافظ على صحة قلبك. ده غير إن الكارديو بيحافظ على الذاكرة مع تقدم العمر، والكارديو كمان بيفرز هرمون اسمه الاندورفينز، وده هرمون طبيعي بيخليك مبسوط. تاني حاجة من الاكسرسايز أو الرياضة هي الريزيستنس تريننج أو الجيم. الجيم مش بس عشان قوة عضلية أو مظهر عضلي سليم، لأ، دراسات بتقول إن الجيم بيقلل من إصابة مرض السكري تايب 2، عشان بنقلل من الدهون العنيدة وبنحسن الأنسولين في الدم، وكمان بيساعد على كثافة العظام وتقليل مشاكل المفاصل والظهر، وكمان بيقلل من الشيخوخة. وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية قالت إنك لازم تتمرن مش أقل من 150 دقيقة أسبوعيا عشان تاخد الفايدة من الريزيستنت تريننج أو الجيم. خامس حاجة والأخيرة معانا وهي البيرسونال ريليشن شيب أو العلاقات الشخصية. 148 دراسة اتعملت على التفاعل الاجتماعي، إن الناس اللي عندهم تفاعل مع المجتمع أو الدائرة الاجتماعية بتاعتهم كبيرة بيموتوا قبل فوات الأوان ب50%، رغم إن كل حاجة بإيد ربنا طبعا، وإن الدراسة دي مضحكة جدا أنا عارف، بس دراسة اتعملت وحبيت أقولها. كمان لما بتكون صاحب دايرة معارف كتير، ده يخليك ممكن إنك تشارك معاهم مشاكلك وتقلل من التوتر لو انت لوحدك. التوتر اللي العلم قال إنك لو متوتر وفكرت في ناس بتحبهم وانت متوتر، ممكن بعد فترة من الوقت ده التوتر يقل. فالعلاقات الشخصية بتقلل من التوتر على المدى القصير، وبتحافظ على مستوى التوتر بشكل عام على المدى الطويل. الوحدة غالبا ما بتكون مؤثر هام على سوء الحالة الصحية لفترة طويلة، وفي ارتباط معاه بالاكتئاب، وده ممكن يؤدي إلى ضعف المناعة. فالعلاقات الشخصية هتخليك أحسن وهتخليك تغير من نفسك وانت مش حاسس، زي النظافة الشخصية، لبسك، انك كل يوم بتقابل ناس فلازم تبقى مهتم بنفسك. ده في حد ذاته هيعلي من روحك المعنوية والنفسية. ده غير انك ممكن تشارك معاهم أنشطة، والأنشطة دي ممكن تكون ليها تأثير إيجابي عليك وعلى صحتك. 5 خطوات لحياة أفضل وجسم صحي: هيدريشن أو الترطيب، التغذية والمكملات الغذائية، النوم، الإكسرسايز أو الرياضة، وآخر حاجة البيرسونال ريليشنشيب أو العلاقات الشخصية. الطرق ال5 دول لو اهتميت بيهم وخليتهم عادة في حياتك، هتحس بفرق في صحتك وعلاقاتك
وحالتك النفسية بشكل عام. بس كده، لو عجبتك الحلقة اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك كل معلومة جديدة بنقولها. دمتم في رعاية الله.